عبد الناصر كان يريد إشغال القوى العظمى بعضها ببعض لتحقيق التنمية المحلية والإقليمية. عبد الناصر كان عنده قضية الاستقلال، دي قضية مهمة جدا. الأمريكان ما كانش لهم تاريخ استعماري في المنطقة خالص، فكان في تصور إن الأمريكان ممكن يحيدوا الموقف الإنجليزي. ساعدونا وإحنا نعدكم إن مصر لن تكون شيوعية. هو ده كان الخوف اللي عند الأمريكان. الأمريكان لم يعطونا أسلحة للدفاع الأراضي المصرية إطلاقا. نحن والثورة ثورة جديدة وثورة عسكرية، ومن ضمن أهدافها بناء جيش قوي، وأول حاجة أنك أنت تحمي نفسك وتحمي حدودك. بعدين بدأ يبقى في الفكرة بتاعت الأسلحة الشيكية، لكن نقطة تحول خطيرة جدا، يعني بيسموها كسر احتكار السلاح. المنطقة دي كلها كان لا يمكن ولا يتصور أحد إنه ياخد أسلحة من غير الدول الغربية، لأن دي كانت منطقة نفوذ غربية بالكامل. كان ذلك عصر حركات الاستقلال في مختلف أنحاء القارة، وكانت الأسلحة أساسية. التزم عبد الناصر بصفته الأب المؤسس لحركات إفريقية وعربية مساعدة الحركات الثورية، ومثلت ولادة حركة عدم الانحياز بديلاً من هيمنة القوتين العظميين. بيد أن عبد الناصر كان أكثر ميلاً لناحية الأمريكيين الذين قطعوا وعداً بتمويل مشروع حلمه، السد العالي في أسوان. السد العالي بالنسبة للشعب المصري كان حلم جمعهم في معركة، ومعركة بناء للمستقبل، لأنه فاهمين أنه هذا السد يعني يعمر الأرض القاحلة، وهينتج كهرباء، وهيستصلح أراضي، وهيحمي مصر من الفيضانات. فجأة أعلنوا أن مصر يعني أوضاعها الاقتصادية لا تسمح لها بأنها تقترض لبناء مثل هذا المشروع الكبير. فدي كانت ضربة قاسمة لعبد الناصر ومهينة لمصر، كانت صفعة حقيقة من الأمريكان. ردها عبد الناصر بتأميم قناة السويس. باسم الأمة رئيس الجمهورية، مادة 1: تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية. دفع الرفض الأمريكي بعبد الناصر إلى أن يحمل على عاتقه هذه المجازفة الكبرى، باعتبار أن الجنود البريطانيين كانوا لا يزالون في منطقة القناة. لكن تأميم قناة السويس كان مؤشراً قوياً على الاستقلال الذي أعاد المجد إلى قارة بأكملها. في تلك اللحظة أصبح جمال عبد الناصر بطل العالم الثالث الخارق، وأصبح ينظر إليه على أنه الزعيم. لكن إذا وضعنا رمزية الخطوة جانباً، كانت قناة السويس معبراً اقتصادياً وتجارياً مهماً جداً، وبالتالي جاء الرد سريعاً من إسرائيل وبريطانيا وفرنسا. كسب عبد الناصر رهانة، توقف العدوان الثلاثي على مصر، وأجبرت بريطانيا على إنهاء وجود استعماري دام 74 عاماً. ومع رفض الأمريكيين دعم مشروعه التنموي المركزي، أدرك عبد الناصر أن تحقيق رؤيته يقتضي التحول باتجاه الاتحاد السوفيتي.